الست دي كانت زمان من أخطر العملاء السريين، بس دلوقتي بقت بتبيع صوابع زلابية محورة، بتمط العجينة تلفها وتقليها بسرعة وتكون خلصت حلة حلوة في وقت قياسي. دكان لينا كان بيقدم جودة ممتازة بأسعار قليلة، وعلشان كده الزباين كانوا بيقفوا طابور كل يوم. وعلى الرغم إنها كانت بتكسب كويس، كانت بخيلة جدا لدرجة إنها لسه لابسة هدوم جوزها القديمة. وبرغم بخلها كان حظها غريب وعجيب. في يوم فتحت إزازة سودا ولقت على الغطا مكتوب إنها كسبت الجائزة الكبرى، رحلة فاخرة لمدة 7 أيام للأسرة كلها في هاواي. وزيارة هاواي دي كانت حلم جوزها من زمان. حضروا شنطهم وقفلوا المحل وراحوا على المطار وهم فرحانين ومتشوقين. لكن أول ما ركبوا الطيارة اكتشفوا إن في بس 2 تذاكر درجة أولى. لينا وبنتها قعدوا في الكراسي المريحة وجوزها رجع ورا في الإيكونومي. الطيارة قلعت ولينا أول ما عرفت إن الأكل مجاني فرحت جدا، وبدأت تلف الفوط اللي بتتوزع في شكل صوابع الزلابية، وطلبت أطباق ورا أطباق. بعد شوية المضيف جاب لها طبق مكسرات، لكنها بالغلط كبت الطبق كله. بس في لحظة خاطفة قدرت تلم كل المكسرات قبل ما تقع على الأرض. المضيف بص عليها مندهش، ومن ساعتها بقى يبص لها بنظرة احترام. هو من وهو صغير كان بيحلم يبقى عميل سري جامد، ولما شاف ردود فعل لينا السريعة اتأكد إنها مش ست عادية. سألها: أنت بتشتغلي مع جهاز المخابرات؟ وطلب منها تعلمه وتخليه متدرب معاها. لينا احرجت واتكسفت وقالت له إنها ست عادية خالص، وكل اللي عندها إنها بقالي سنين بتلف الزلابية بسرعة. ولما رفض المضيف مشي زعلان وقال إنه هيستقيل بعد الرحلة دي ويفتح محل زلابية هو كمان. وفي الوقت ده لينا كانت أكلت أكل كتير من الأكل المجاني وبطنها وجعتها، فدخلت الحمام. فجأة مجموعة خاطفين دخلوا الكابينة، مسكوا مضيفا وطلعوا أسلحة واستولوا على الطائرة. فتحوا باب الكوكبيس بالغصب وخدوا السيطرة على الطيارة. لكن الغريب إنهم ما كانوش عايزين فلوس ولا أذى، كانوا بيدوروا على ست.